دلوقتي بقى يا معلم انا اشتريت كاميرا وعايز ابقى بروفيشنال. المفروض بقى ابقى جامد كده وما اجيبش بقى وضع الاوتوماتيك بتاع الكاميرا اللي ساعات اصلا بيبوظ الدنيا، واجيب بقى وضع المانيوال كده وابقى جامد. احنا بقى دلوقتي عايزين نصور صور بروفيشنال بقى زي ما بنشوف كده على الفيسبوك بقى والانستجرام بقى والحاجات اللي زي كده. نعمل ايه؟ لازم تكون محترف تصوير. هتكون محترف تصوير ازاي؟ لازم رقم واحد تعرف يعني ايه اكسبوجر. اكسبوجر ده اللي هو تعريض الصورة بتتعرض للضوء، كمية الضوء اللي الصورة بتتعرض لها عن طريق 3 حاجات. ايه بقى هو مثلث التعريض ده؟ مثلث التعريض ده 3 حاجات اللي بتحكموا في كمية الضوء اللي داخله للسنسور، على اساس كده انت تشوف الصورة قدامك. طب ايه ال3 حاجات بتوع مثلث التعريض دول؟ اول حاجة هي الشاتر سبيد او سرعة الشاتر، سرعة الستارة اللي بتفتح وبتقفل. كل ما زودت وقت فتحه هيدخل اضاءة اكتر، وبكده انت ممكن تاخد صورة مشبعة بكمية اضاءة محترمة. بس الكلام ده بينطبق ليه شروط هنشوفها طبعا في حلقة الشاتر سبيد. وفي نفس الوقت كل ما سرعت الستارة دي انها تفتح وتقفل بسرعة انت دخلت كمية اضاءة اقل للصورة او للسنسور، على اساس كده الصورة بتطلع مظلمة معاك شوية. تاني حاجة وهي فتحة العدسة. فتحة العدسة هي بتبقى فتحة موجودة في العدسة عن طريق شفرات كده معينة فيها بتفتح وبتضيق على حسب رغبتك انت. الفتحة دي كل ما وسعناها كل ما دخلت نور اكتر للسنسور، وكل ما ضيقناها كل ما دخلت نور اقل للسنسور. تالت حاجة معانا هي الايزو او اختصارها ISO. هتلاقيها في الكاميرا عندك. الاي اس او هو ايه؟ هو حساسية السنسور للضوء. كل ما اتخدت ايزو كتير كل ما الصورة هتلاقي فيها نويز وهتنور معاك، يعني هتلاقي الصورة بتنور تدريجي كل ما ترفع الايزو، بس في نفس الوقت هتلاقي الصورة بتشوش حاجات بسيطة. وعكس الكلام كل ما قللنا الايزو كل ما كانت الصورة ضلمت اكتر فاكتر، بس في نفس الوقت جودة الصورة مش هيبقى فيها اي نويز او اي حبوب زي ما انت شايفها كده. طب ايه ال3 حاجات دول وعلاقتهم بالاكسبوجر؟ ال3 حاجات دول لازما يتوسطنوا مع بعض، تظبط ده مع ده مع ده هتطلع صورة منورة زي ما انت عايز بتفاصيلها بالظبط. يعني الصورة طالعة مش منورة قوي ومش مظلمة قوي، الصورة واضحة قدامي كده. انت بقيت متحكم في الاكسبوجر ترينجل. بس كده، لو عجبك الحلقة ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب لو مش عامل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وسيب لي رأيك في الكومنتات. تالت حاجة معانا هي كل ما زودت كل ما زودت وقت فتح كل ما زودت فتح وقت فتحه. احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. ده عايز يتعالج ويجي